حبايب قلبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب يكونوا بخير. بص انا يعني النهارده هنعمل اكله ارداحي. يعني ايه ارداحي؟ يعني اكله من غير لحمه او فراخ. الناس اللي هي مش عارفه يعني ايه ارداحي، فانا قلت النهارده ايه، هي برضو والله مكلفه، كل حاجه مكلفه. بص انا هعمل لكم ايه النهارده يا حبايبي، بس قبل ما نبدا يا ريت نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بص انا هعمل ايه، هعمل صينيه بطاطس. كل الناس بتعمل صينيه البطاطس عادي، بس انا هعملها بتركات. هي ما فيهاش ولا لحمه ولا فراخ، بس امشي معايا بالخطوات. يعني هتاكلي احلى صينيه بطاطس عسل. بصي كام تركه كده انا هعملها فيها، هتختلف معاكي. تمام. عشان وفي ايه بقى بديل الفراخ او اللحمه اللي انا هحطه فيها، عشان يخلي لي طعم البطاطس كده عسل ومشطشطه. ولو انتي مش حابه تشطشطي صينيه البطاطس، ما تعملهاش حراق. بس في خطوات تانية انا هعملها لك، هتاكلي صينيه بطاطس تحفه. بص انا خرطت البطاطس عشان انجز الوقت يا بنات. ماشي. بص انا جايبه هنا ايه ده، قرن فلفل اخضر. تمام. انا هحطه كده مع اللهم صل على النبي، في شفشه الايه الخلاط. معلش انا الاضاءه عندي يعني مش حلوه، بس ايه الله المستعان، يعني بحاول اوريكم الفكره. كده خلاص همسك بقى الطماطم دي، احط لها شويه ميه وهضربها في الخلاط. تاني حاجه انا هعملها ايه، البصلايه دي عايزه انتي تبشريها وبشريها. عايزه يعني تعمليها زي كده اعمليها. بس انا بقولك انا يعني هعمل برضو حركه دلوقتي في البصلايه ديت. بصي هيختلف طعمها. يعني بصي انت لو حطيت البصلايه كده عادي هيبقى لها طعم، والحركه اللي انا هعملها لك في البصلايه دي هتدي البطاطس معاكي طعم تاني خالص برضو. اهو اهو. انا بحبها مبشوره، بس انا عايزه انجز ايه وقت. البصل عندكم بكام؟ انا جايبه ب30، جايبه نص كيلو، انا مش عارفه في ايه. بص انا كده هاخد فلفل اسمر، احنا بنحب الفلفل الاسمر، فحط تقريبا نص معلقه صغيره او معلقه الا ربع. هتحطي كده على الايه، على على البطاطس. واحط ملح، ما تكتريش ملح. ماشي. يعني ايه حبه كده. هعمل ايه بقى، البصلايه دي كده، واعملي كده. تمام. الحركه دي تحفه، بتخلي ريحة الأكل وطعمه عسل. مش أي يبقى صينية بطاطس يا جماعة، انتي بتطلعي كده العصارة اللي فيها، فبتخلي طعمها ايه حاجة تانية خالص. وهنعمل لصينية البطاطس دي طشة. الطشة دي هتوديها في حتة تانية، بس ايه خليكي معايا. اه يا حبايبي كده ضربت الطماطم مع القرن الفلفل، وهنزل عليها كده. يعني على حسب بقى ما انت تحبي البطاطس، يعني الصوص بتاعها تقيل او خفيف ده براحتك. بس يعني في حدود 5 طماطميات كده. بص حبايبي، وانتوا بتعملوا الاكل اهم حاجه كده سموا على الاكل كده وصلوا على سيدنا محمد، عشان الاكل يطلع معاكي كده فيه بركه وحلو ان شاء الله. يعني ربنا يبارك لنا يا رب في حياتنا والدنيا اللي احنا فيها، لان طبعا علينا التزامات تانية كتير، فلازم نمشي كده وكده. والله المستعان، اي حد عنده اولاد طبعا عارف يعني المسؤوليه. بص انا جبت هنا ايه دوت كده نص كيلو رز، وجبت ربع كيلو شعريه. انا عارفه طبعا، عارفه المعيار، وبيتبقى منه كمان يعني الرز. فانت اعملي اللي يناسبك. طبعا الرز عادي انا مش هشرح لكم الطريقه، بس انا كل اللي انا عايزه اوريكم فكره صينيه البطاطس. اهو كده في الصينيه جبت اهو صينيه المونيا، وايه، ونزلت بيها بالصوص والبطاطس. تمام. وهظبط ايه ملحها. مش عايزه تحط لها مكعب ماجي حطي، انا بصراحه بحبه يعني في الاكل، فبراحتك. انا كده مش هحط لها دهون دلوقتي خالص، هوريكي هعمل ايه بعد ما ايه، بعد ما صينيه البطاطس دي يعني تغلي معايا وتقرب على سوا، وابدا ان انا عايزه احمر الوش بتاعها. ايه يا حبايبي كده جيت على على العين دي، رحت عامله ايه، رحت حاطه شويه زيت على سمنه، على معلقه سمنه كده،
وايه، وهحمر بقى الرز وهحمر الشعريه، وبعد كده انا هعمله رز بشعريه جنب الايه. الاكله دي اصلا بتحب الرز بالشعريه. هحمره. وصينيه البطاطس ايه على النار. يعني وانتي بتعملي حاجه حاولي تعملي حاجه تانية. والله انا صاحيه النهارده تعبانه، مش عارفه يعني تعبانه اه والله. بس طبعا مش هينفع ما اعملش اكل. ففكرت قلت اعمل الاكله دي وبتبقى حلوه يعني ما بتبقاش وحشه. كل نعمه ربنا حلوه، اعملها بس بالتركات دي وان شاء الله تطلع معاكي والله احلى اكله باذن الله ببركه ربنا يعني. بس البطاطس على النار بتغلي مع نفسها، وانا احمر الشعريه واحط الرز وكده واسقيه مع نفسي. وايه، وبعد كده هاجي معاكم لصينيه البطاطس للتركه اللي انا عايزه اوريها لكم. اهو يا حبايبي كده انا زودت البطاطس نص كوبايه ميه. تمام. هروح بقى دلوقتي اعمل ايه، هروح اقشر معايا 3 فصوص ثوم وقرن فلفل حامي. لو انتي بقى مش حابه حته الفلفل ممكن تحطي فلفل اللي هو الرومي اللي مش حراق. او ممكن تدقي الثوم لوحده. وصح نسيت اقول لك، وانا بدعك البصلايه عايزه تحطي بهارات فراخ حطي، بس انا بصراحه كانت خلصانه. بصوا يا بنات كده انا دقيت الايه اللهم صل على النبي ال3 فصوص توم بالفلفل الاخضر الحامي. احنا عايزينها بحراق. لو انتي مش حباها حراقه براحتك، بس هي بيبقى طعمها حلو. هوريكي بقى دلوقتي هعمل ايه تاني. بصوا يا بنات كده التركه اللي انا بقول لكم عليها اللي هي الليه بتخلي الحاجه جميله جدا. بسم الله. الليه والتومه اللي انا قلت لكم عليها. فانا عندي حته ليا اهي، يعني كنت شارياها. فانا ايه، بس اهم حاجه طبعا انا قلت لكم انا ما حطيتش خالص. دي هتدي كاني فيها لحمه، ما حطيتش خالص دهون. ماشي. فانا ايه هحمر دي واحط معاها ايه يعني يجي نص معلقه سمنه كده او زيت اللي يريحك. هحمرها ودي اساسا هتصغر يعني هتكش معاكي خالص دلوقتي. تمام. اللي يا جماعه مش وحشه يعني، هي دهونها صحيه مش وحشه ولا حاجه. معلش بقى المطبخ عندي ضيق، فانا ايه يعني بصور لكم على قد امكانياتي، بس اهم حاجه المعلومه توصل يعني. بس كده انا ايه هفضل احمر فيها قوي. يعني عايزه لونها يبقى ذهب. تمام. وبعد ما لونها يبقى ذهبي للناس يعني المستعجلين هننزل عليها بالتوميه دي، هنديها بس ريحتها يا دوبك تطلع وشمي بقى احلى ريحه. هتروحي نازله على البطاطس وعايزه تكتفي بقى في التسويه على كده او تدخليها الفرن تديكي وش محمر. بس يا حبايب قلبي كده. وطبعا اتمنى منكم ان انتوا تتفاعلوا على القناه. ربنا يا رب يخليكم ليا انتوا يعني العدد قليل وانتوا بتعملوا اللي عليكم، بس اتمنى منكم ان انتوا تساعدوني، بس ان انتوا ما تنسوش تعملوا لايك وتتفرجوا لي على الفيديوهات لو حابينها، وتفعلوا الجرس عشان كل ما انزل يعني حاجه توصل لكم. وادعوا لي كده والله يا جماعه انا صابره في القناه يعني مش هين عليا تعبي فيها وكده، فانا صابره عليه. ليه دي يا جماعه على فكره بتبقى حلوه قوي، بتبقى طعمها تحفه. مش عارفه خدت برد ولا ايه، تعبانه والله واقفه بالعافيه. اهو. اهو. يا جمال يا جمال بجد يعني. يا جمال يا جمال. بس كده كفايه. قولي بقى الصينيه دي وقولي لي رايك ايه. طبعا هي لسه ما خدتش وش، فانا هدخلها الفرن تاخد وش. هي تعتبر استوت يعني او قربت تستوي معايا. هدخلها تكمل السوا بتاعها. ودول احلى صينيه بطاطس تحفه جميله ما شاء الله.
وهو الرز بتاعي خلاص قرب على سوا يعني.